عباد الله هادشي راه ما ساهلش باش يجيو هاد المتنطعين ديال الجزائريين وقلنا الا فيكم النفس سيروا حروا سبتوهم ليبيا. هذه المرة سوف نعرج نحو الأقاليم الشرقية للحديث عن الصحراء الشرقية. الصحراء الشرقية المغربية بالراحل أمير المؤمنين الحسن الثاني رحمه الله، هذا الأسد العلوي الذي عز نظيره ولا ينطق عن الهوى. السلام عليكم، أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد. وبلا مقدمة ندخل طول في الموضوع. درت طلع على تويتر ولقيت ياسر مرار كيقولوا نطالب بالصحراء الشرقية، يقصدوا تندوف وبشار وأضرار بأنها أراضي تابعة للمروك. حتى كاين واحد مول قهوة علقها عنده خريطة المروك وزاد معها الصحراء الغربية ومعها 3 ولايات تندوف وبشار وأضرار. وأنا حبيت نلمهم كل اللي يقولوا في هذا الهدرة ونقول لهم شعبي العزيز، إذا كانت هذه الأرض تاعكم ومقتنعين تماما باللي راهي أرضكم من وقت ذو القرنين، حنا رانا صدقناكم. شوفوا مع الحسن الثاني، واش المغاربه رجعوا خفاف، رجعتوا دراري، وصلنا لهذا الحد. ولا ينطق عن الهوى. خطر بالك ما تعرفوش واش تقول الجريدة الرسمية تاع المروك في موضوع الحدود. تقول ظهير شريف صادر في 22 يونيو 92 بنشر المعاهدة المتعلقة بخط الحدود القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة وين؟ في الرباط. وقتها توقعت في 15 يونيو 72. يا أخي هذا هو الحسن الثاني مانيش غلط. ولا ينطق عن الهوى. وهذه المعاهدة أو هنا قالك اتفق الطرفان على واش؟ على أن مقتضيات هذه المعاهدة تسوي نهائيا قضايا الحدود ما بين الجزائر والمروك. ورحت وسجلت هذه المعاهدة في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ولو أني كي كملت نقرأ لعل ما زالت المعاهدة طويلة حتى لقيتكم مسلفين 30 مليون دينار كويتي سلفتوها من عند الكويت لتنمية الفلاحة في دكالة. وهاني ديجا فكرتكم باه ما تنسوش خير الناس لا تولوا تسبوهم، لأنهم اختاروا رسم الخريطة كما يشوفوها هما، واختاروا يوقفوا مع الصحراء الغربية في تحرير أراضيها. هذا في زوز الكويت 2023. بصح قبل ما تهضروا على الكويت تفكروا الساعة خيرها السابق عليكم. ولكن مش هذا هو موضوعنا، احنا كنا في الصحراء الشرقية اللي قلتوا أنها بلادكم، وشفتوا بعينكم واش نشر لكم الحسن الثاني على حدودكم. ولا ينطق عن الهوى. ودرك نطرحوا السؤال المنطقي العقلاني، إذا كانت هذه أرضكم ومقتنعين أنها أرضكم، يعني الحسن الثاني نحالكم أرضكم ومدها الجزائر. يعني قبل ما تهدر معايا أنك كجزائري على الصحراء الشرقية أهدروا بيناتكم الساعة، قولوا له قلت علينا أو باش وزدت بديت أرضنا للجزائريين. وإذا كان الحسن الثاني مات ربي يرحمه شوفوا كاش واحد آخر في بلاصته واطرحوا له هذا الانشغال. أما إذا كان مش أرضكم كما قال لكم الحسن الثاني في الجريدة الرسمية فلا يليق بكم إلا الدور تاع عمي أحمد. اسمح لي يا عمي أحمد، راه ما عنديش الوقت، راني قاعد نكونترولي في الفاكتورة تقدم هذا. راني فاهم، بصح لازم نهضروا شويه. هضر اخويا، هضر على روحك. ما لا باس. ايه لا باس. واسمحوا لي إذا تشوفوا فيا نتمسخر لا غالب، ربما هذا لأننا كجزائريين نفكروا بطريقة ثانية كليا عليكم في النظرة للدولة والحكم والأرض والأمة. ونقدروا نضربوا مثال تاريخي، هذا علامة الجزائر البشير الإبراهيمي نهار اللي تلاقى مع محمد الخامس في باريس وبعد ما رجع للجزائر كتب في البصائر، كتب متعاطفا مع محمد الخامس في محنته وقال في قصيدة مطلعها: أليت بالحظائر المسترة والآي في رقوقها مسطرة والكعبة الجليلة المطهرة والروضة الشريفة المنورة إني أسوق الواعظات المنذرة صادعة رادعة محذرة ناصحة لقومنا مذكرة واسمة بالهون كل نكرة من خابط في الظلمة المعتكرة ووارد سؤر المياه الكدرة وعابد للنجمة المنكدرة دليلها الحق ومن ينصف يره. ومن بعد قال الفقرة اللي راح توضح لنا كل شيء، يقول: ليس من عادتنا أن نثني على الأشخاص لذواتهم أو لمقاماتهم التي قررتها الأوضاع والمصطلحات، وإنما نثني إذا أثنينا على الأعمال الصالحة فينصرف الثناء إلى العاملين بالتبع، وليس مما ركب في طباعنا السغو إلى الملوك أو انتحال النزعة الملكية مذهبا، فقد قرأنا عن كثير من غابري ملوك الإسلام ما زهدنا فيهم وما كره إلينا نظام الملكية، وبلونا من حاضريهم ما يتبرأ منهم الإسلام، وعلمنا علم اليقين أن أعمال الغابرين والحاضرين منهم هي التي أفضت بالإسلام والمسلمين إلى هذه المنزلة من الحطة والهواء. فأصبحنا نعتقد أن الملكية نظام لا يعتز به الإسلام ولا يحيا عليه المسلمون ولا يستطيعون أن يجاروا به اسم الحضارة في هذا الزمان، خصوصا من تحلوه لأنفسهم وتعبدوا به رعاياهم
من هذا التأله الكاذب، وهذه الحقوق التي لم يأذن بها الله، وهذه المميزات التي زادها طول زمن واستحكام الجهل رسوخا، والتي استمسكوا بها حتى في هذا العصر، عصر الدساتير المسنونة بإرادة الأمم، فلا يحاكمون وإن خربوا الدين والدنيا، ولا يعاقبون وإن أهلكوا الحرث والنسل، ولا يعاتبون وإن انتهكوا الحرمات وجاهروا بالمنكرات، وإنك لتسميهم ملوكا لترفعهم عن مقام العبيد، فتشبهك الحقيقة بأنهم عبيد لشهواتهم وأهوائهم، وإنك لتلتمسهم في مواطن الحفاظ من أوطانهم والاحتفاظ بأموالها والاختلاط بأهلها والمشاركة لهم في النعماء والبأساء، فلا تجدهم إلا في أوروبا، وبواليع الأموال في أوروبا، ومغريات أوروبا، يجرونها إلى ديارهم طوعا فتجرهم إلى ديارها كرها، ويأخذونها تفاريق فتأخذهم جملة، ويقتبسونها نورا فتقبسهم نارا، وإنك لتجدهم حيث شئت إلا في مقام القدوة في الخير والصلاح. والله كلام معبر جدا، وهذا كان بقلم محمد البشير الإبراهيمي عام 1951 في جريدة البصائر اللي هي لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في مقال سماه السلطان محمد بن يوسف. ونظن هذا المقال يقدر يخلي خوتنا في المروك يبدو يفهموا شوية عقلية الجزائريين، وبأنه استغرابنا من تصرفات الشعب والسلطان في المروك ماهوش جديد بل من بكري. وهذا الإبراهيمي قال شيء اللي حابين نقولوه وقالوا قبلنا ب70 سنة، هذا بلا ما نقول لكم واش قال الإمام محمد صالح بن مهنا قبل هذا التاريخ، لأنه قال كلام آخر خلاص. ونجو لختام حلقتنا اللي هو الإعلان عن مسابقة الوعي الثقافية، واللي جائزتها راح تكون الكتاب الكامل آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، وعدد الفائزين راح يكون 5. يا ترى راح تكون أنت منهم وتدي سلسلة مجانية؟ هذه المسابقة نظمتها دار الوعي للنشر والتوزيع، وبالمناسبة ولو كانت المسابقة للجزائريين لكن أنا بعد إذن دار النشر، حتى خوتنا في المروك اللي يحب يشارك وإذا ربح أنا نتكفل بدفع تكاليف البريد حتى العنوان. المهم الوعي التاريخي والثقافي والمطالعة اللي راح تكون أكيد زيادة فينا كامل. أما المسابقة فهي 8 أسئلة تاريخية، والسحب يكون على اللي يجاوبوا صحيح، ومن موقع نقرة اللي هو موقع دار النشر راح نعرفوا أنه الجائزة الواحدة قيمتها 7000 دينار، وهي 5 مجلدات مع بعضهم. واللي مهتم بالمطالعة والثقافة عموما في التاريخ ولا الاجتماع ولا العلوم الإسلامية واللغة، راح تلقوا هنا أكثر من 70 عنوان من أهم المصادر جاهزة للتوصيل، وراح نخلي لكم الروابط في زوز في أسفل الفيديو، يعني رابط هذا الموقع نقرة لعل تلقى العنوان اللي يشجعك على المطالعة في الكتاب الورقي، ورابط المسابقة اللي راح تعطيك فرصة الحصول المجاني على هذه المجلدات. وبالتوفيق لكم كامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.